عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، أنا رزعاز محمد، أهلا وسهلا بكم. وصفتنا لليوم وصفة جميلة جدا جدا. انطلبت مني من عدة أخوات، وهي عبارة عن وصفة لتسمين الخدود وتسمين الوجه عامة. وصفة بتتكون لي من 3 مكونات فقط، والنتيجة بتاعتها رهيبة 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 شديد. ونشوف المكونات بتاعتنا للوصفة بتاعتنا حقت اليوم. أول مكون بنحتاج للخميرة الفورية، الخميرة اللي بنستخدمها للمعجنات وللفطاير. والمكون الثاني وهو الحلبة. الحلبة طبعا رهيبة شديد للوجه، بتعمل لي على تسمين الوجه وبتدي لي نضارة للوجه. وبرضو المكونين دول رهيبات شديد، بيساعدوا في إنتاج الكولاجين في الوجه. وبرضو بيزيلوا لي علامات تمدد الجلد. وبرضو بيخلوا لك وشك مشرق وحيوي وجميل جدا جدا. وبيشيل لك علامات الشيخوخة، بيقلل لك من علامات الشيخوخة. وبرضو بيساعد لك في إنتاج الكولاجين في البشرة. بس الخميرة عندها مشكلة، ما تستخدميها بمدة طويلة، لأنه ممكن تسبب لك مشاكل بدل ما تساعدك. الاستخدام الكثير أو المفرط للخميرة ممكن يسبب لك مشاكل في البشرة. فلما تستخدميها مرتين في الأسبوع فقط لا غير. ولو انت مثلا مستعجلة عندك مناسبة، ممكن تستخدميها خلال 3 ل 4 مرات في الأسبوع، والأسبوع اللي بعديه وتوقفي استخدام الخلطة بتاعتنا. طيب نشوف المكون الثالث، وهو عبارة عن ماء الورد. هنجيب الحلبة بتاعتي هنطحنها، تبقى حلبة مطحونة أو نسحنة، تكون ناعمة أو تدقيها باللي فندق يدي الفندق، المهم تتصرفي. بعد ما سحنا الحلبة بتاعتنا وبقت ناعمة، بعد ذاك هنجيب سكرية أو كورة، نضيف ملعقة بتاعت حلبة، ونضيف ملعقة من الخميرة، ونضيف ملعقتين من ماء الورد، نخليهم يكونوا عبارة عن عجينة تقدري تلصقيها أو تقدري تمسحيها في وشك. أول حاجة قبل ما تستخدمي الخلطة دي تغسلي وشك كويس، تزيلي منه لو عاملة مكياج أو لو عاملة كريم أو لو عاملة مرطب أو لو عاملة أي حاجة مسحاه بالزيت، تغسليه نظيف وتيجي تطبقي فيه الخلطة بتاعتك. تخليها مدة بتاعت تلت ساعة لنصف ساعة لحد ما تنشف تماما. بعد ذاك تيجي تفركيها بحركات دائرية. بعد ذاك تفركيها بحركات دائرية، وتغسلي وشك بالموية والصابون أو بالموية والغسول اللي بينفع معاكي. وتيجي ترطبي بشرتك. من الحاجات اللي بتسأل منها برضو الترطيب، أرطب بشنو؟ بحسب نوع بشرتك. وأفضل أنا مرطب بستخدمه دايما هو زيت اللوز الحلو، رهيب شديد في الترطيب. برضو اتكلمت عنه في فيديو سابق، خدت لكم الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف لو حبيتوا ترجعوا له. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله. لحد ما يلتقيكم في فيديو قادم، أترككم في رعاية الله. باي.